في نوع من الفيلة أهدى من الباقي، صوته مش عالي مش واضح بسهولة، بس هو اللي بيحرك كل حاجة في حياتك. دكتور جو براون في كتابها سي يور إليفانت بتقول إن أكتر حاجة بتعطل الناس عن طاقتهم الحقيقية مش الظروف ولا الإمكانيات، لكن المعتقدات اللي مصدقينها عن نفسهم. أفكار جوه دماغك أنت مقتنع إنها حقيقة، مع إنها ممكن تكون مجرد تفسير. تلاقي نفسك بتقول أنا مش بعرف ألتزم، أنا مش شاطر في الحاجة دي، مش هينفع أنجح في الموضوع ده، ومن غير ما تاخد بالك تتصرف على أساس الكلام اللي قلت. فما تحاولش، أو تحاول كده نص محاولة، أو حتى تسيب بسرعة وفي الآخر تقول شفتوا أنا كنت عارف. ليه ده أخطر نوع؟ لأنه مش بيقولك إنك غلط، هو بيقنعك إنه الحقيقة الوحيدة، مع إن أغلبه جاي من تجربة قديمة مريت بيها، كلمة سمعتها، موقف فشلت فيه، أو استنتاج عملته بسرعة، بس مع الوقت بقى قانون بتمشي عليه. زي حد جرب مرة وفشل فقرر الحتة دي مش بتاعتي يا جماعة، أو حد اتقال له هو صغير انت مش مركز فكبر هو شايف نفسه كده. المشكلة مش في الفكرة نفسها، المشكلة انك ما بتسألش هو ده فعلا حقيقي ولا انا مصدقه وخلاص. دكتور جو براون بتقول الحل مش انك تقول كلام ايجابي وخلاص، لا، الموضوع مش كده. دكتور جو براون ادت لنا تمرين اسمه التخلي عن المعتقد المقيد. يعني المعتقد اللي انت كونته عن نفسك ده أيدك، وبتقول هو بيبدأ بسؤال واحد بس، أنا مصدق إيه عن نفسي في الموضوع ده؟ ولما تمسك الفكرة دي اسأل هل ده واقع ولا تفسير؟ هل كل الناس كده ولا أنا شفت نموذج واحد وعممته؟ إمتى أول مرة اقتنعت بالكلام ده ومين قاله؟ بعد كده فكر إزاي أثرت أفكارك في قدراتك على إنك تكون أفضل نسخة من نفسك. اتخلى عن المعتقد القديم وبودله بواحد جديد. لو مصدق إنك مش بتعرف تلتزم، جرب تلتزم بحاجة بسيطة جدا لمدة أسبوع، مش عشان تثبت للناس، عشان تشوف الحقيقة بنفسك. مع الوقت هتكتشف إن المعتقد ده كنت مديله أكبر من حجمه. أنت مش بتعيش حياتك، أنت بتعيش على قد أفكارك عنها. فالأفكار دي محدودة، حياتك هتفضل محبوسة جواه. فاسأل نفسك النهاردة ايه الفكرة اللي مصدقها عن نفسك، وممكن تكون هي اللي موقفاك، ممكن تكون هي الفيل.